واش فعلا قربات ساعة الحسم في قضية الصحراء المغربية؟ علاش أمريكا خرجت بهذه اللهجة القوية ضد البوليزاريو دابا بالضبط؟ وشنا هو علاقة هجوم السمارة بالتصعيد الأمريكي المفاجئ؟ الأخطر، واش العالم بدا كيشوف البوليزاريو كتهديد أمني ماشي غير حركة انفصالية؟ خليكم معايا حتى الاخر، حيت اللي غادي تسمعوا اليوم ممكن يبدل قواعد اللعبة كاملة في المنطقة. هاد الايام الاخيرة في مدينة السمارة تعرضت لهجمات استهدفت منطقة مدنية، وهذا الشيء خلى صدمة كبيرة وغضب واسع. لكن المفاجأة ما كانتش غير في الهجوم، المفاجأة الحقيقية كانت في رد الفعل الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية عبر البعثات ديالها في الأمم المتحدة خرجت بموقف واضح وصريح، وحملت جبهات البوليزاريو مسؤولية هذه الهجمات، واعتبرتها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي في المنطقة كاملة. وهذا النوع ديال التصريحات ماشي عادي، خصوصا منين كيخرج من واشنطن. علاش أمريكا صعبات دابا؟ السؤال اللي محير بزاف ديال الناس. علاش أمريكا اختارت هذا التوقيت بالضبط؟ كاينين ثلاثة ديال الأسباب كبار. أولا، أمريكا ولات كتخاف من تحول المنطقة لبؤرة توتر جديدة. ثانيا، تقارير كثيرة كتهضر على ارتباطات إقليمية خطيرة، وحتى استعمال أسلحة كيتقال بأنها إيرانية الصنع، وهذه النقطة حساسة بزاف بالنسبة لواشنطن. ثالثا، أمريكا مقتنعة أكثر من أي وقت مضى على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الواقعي القابل للتطبيق. يعني بصراحة واشنطن ولات كتقول بطريقة غير مباشرة هذا الملف خاصو يتسالى. دابا كيبان بأن كاين هناك تحول كبير في النظرة الدولية. قبل كان الخطاب بزاف ديال الدول متوازن وحذر، اما الان بدا كيكون كلام على امكانيه تصنيف البوليزاريو كتنظيم ارهابي عند بعض الاصوات السياسيه والاعلاميه. هذا الشيء علاش مهم؟ حيت اي تصنيف من هذا النوع يقدر يقلب الموازين بالكامل، يقدر يضيق التحركات ويشدد المراقبه وضغط دولي اكبر وعزله سياسيه اقوى. وهذه التطورات كلها جايه في وقت المغرب كيعزز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي في الصحراء المغربيه. في النهايه، واش فعلا اقتربت لحظه الحسم؟ اكيد مازال الطريق طويل، ولكن اللي واضح هو ان الموقف الامريكي ولا اكثر صراحه من اي وقت فات، والرسائل السياسيه الاخيره ماشي عاديه. المنطقه داخله على مرحله جديده، واي خطأ في الحسابات يقدر يبدل توازن كامل. دابا الدور عليكم، اشنو رأيكم؟ واش امريكا فعلا بدات كتغير قواعد اللعبة ضد البوليزاريو، ولا غير ضغط سياسي مؤقت؟ ما تنساوش اللايك لهذا الفيديو والاشتراك، وخليوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم.